الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. معلش اعذروني بس شوية لان انا واخدة دور برد محترم، يعني الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انا حبيت نعم تعبانه، وحبيت ان انا بس اشارك معاكم حاجه مهمه جدا، خاصه ان الايام دولت ايام برد جدا، ونزول اللوز واحتقان الزور. والبرد طبعا برضو ما ممكن تشربي سوائل سخنة وتشربي حاجات كتيرة جدا. في حاجات برضو بتبقى حلوة جدا، ممكن بتعملي منها مضمضة، ممكن بتعملي منها زي غرغرة، بتبقى حلوة جدا للزور ومطهرة والبلغم، لان احيانا الزور بيقفل خالص جامد، وفي نفس الوقت برضو ممكن بيبقى كبار واطفال. فانا هقدم لك النهارده اكتر من حاجه، وهقول لك انا المفضل بالنسبه لي ايه، وانت برضو اللي على حسب راحتك او على حسب المتاح عندك. تمام. اول حاجه شرط اساسي ان انا تكون عندي ميه دافيه. خلاص اهي. ده بالنسبه لما لاول غرغره، ده اللي هو القرنفل. خلاص. وده لازم تكون الميه سخنه مش دافيه، معلش، وتقلبيه كويس بحيث ان هو يطلع كل المواد العطريه اللي فيه، وكمان الماده بتاعته اللي هي المسؤوله عن تطهير الفم. كمان ان هي عارفين ان هي كمان منظف جيد جدا 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 للفم ومسكن. طبعا احيانا بيبقى فيه الام جامده جدا، فدوت الغراره منه او المضمضه منه بيلطف جامد قوي. طبعا هو اسمه قرنفل، وطبعا انتوا عارفين شكله هو بالمنظر ده كده، اسمه المسمار في بعض الدول، لكن معرفش بقى ليه اسامي تانية ولا لا. تمام. وبغطيه شويه لحد ما يبرد شويه، وابتدي ان انا هتمضمض بيه او اتغرغر بيه. ده بالنسبه للقرنفل. كمان دي الحاجه التانية، لو انا عملت منه مشروب بس تكون الميه سخنه طبعا، زي كانك بعمل شاي مغلي، واحط عليه يعني ربع معلقه عسل وتشربيه. كمان بينظف القناه اللي هي الاحبال الصوتيه واللي هي المنطقه بتاعت الزور ديت، او منطقه اللي هي الوستين. بتطهره على فكره حلوه قوي. فيعني هو ان انت تتغرغري منه، او ان انت تعملي منه مشروب بعسل الصبح وبالليل، على فكره بيطهر وبينزل كل البلغم اللي على الصدر. على فكره والله انا ما كنت قادره اتكلم خالص، يمكن هو اللي خلى عمل معايا كده وفتح معايا الشعب الهوائيه، ويعني اشتغل معايا حلو قوي. تمام. انا ما كانش عندي دوت، فكنت شغاله بحاجات تانية لحد ما جبت ده على الاقل حط كمان حبه طعمه. تمام. هنا بقى الخلطتين التانيين، انت بتجيبي برضو بميه تكون دافيه، بحيث ان انت دي هتكوني هتستخدميها على طول على قد ما تتحمليها. على فكره دي حاجات كتيره جدا حلوه قوي قوي، وبتنضف وبتعمل. بصوا، في ميه اكسجين 10 أو 20، مش اكتر من كده. ميه اكسجين، مش الاكسجين اللي هو بتاع الصبغه، ده اسمه ميه اكسجين. ولو واحده عندها اي تعليق ملوش اي لازمه وهتموتينا والكلام اللي انا بسمعه ده، عندك الصيدلي تحت، ممكن تنزلي تساليه وتستفسري منه عن اللي انت عايزاه، لان انا بقدم لك معلومه، بقدم لك فكره. تمام. نسبتك ما نسبتكيش، ده حاجه تريحك بس. فيا ريت اللي عندها تعليق مش ظريف بلاش منه. تمام. وبحط معلقه شاي صغيره ميه اكسجين، شايفينها ميه زي ميه الحنفيه، مش اللي هي البيضه التقيله بتاعت الصبغه اهي. انا بنبه مره واتنين، والعشرة او العشرين بروحش اجيب التلاتين عشان ما تبقاش حاميه، وبرضو بتطهر وزي الفل. بتقلبيها، تبتدي ان انت تتغرغري بيها. في تاني وده معروف كويس قوي قوي قوي، اللي هو قاتل للميكروبات وقاتل للبكتيريا وقاتل لكل ممكن اللي هي الفيروسات اللي تكون سببتها الانفلونزا، الملح. برضو بتجيبي كده
برضو ميه دافيه، وحوالي نص معلقه ملح قد دي. الميه وملح بقى فيها ميزه حلوه قوي، انت ممكن تتمضمضي منها، ممكن تعملي منها غرغره. الحاجه التانية ان انت تعملي منها استنشاق، لو انت مناخيرك مسدوده او كده، فالملح بيبقى حلو قوي في كده، ان هو بيكوي الشعيرات اللي هي بتاعه الانف، بتقويها، فبتبقى كويسه، بتنزل كل اللي هي الحاجات والمخاط اللي بيبقى جوه. تمام، يبقى ده كده الملح. في حاجات تانية طبعا انا مش هقدر ان انا اعمل كل دوت، بس ان انا عايزه اقولك لو عندك نعناع ده حلو قوي برضو، ملطف جدا جدا برضو للشعب الهوائية وللستين، ومطهرة ومسكن معايا. بس طبعا الاقوى منه القرنفل. انا بكلمك على اساس ان انت تشوفي ايه المتاح عندك وتقدري ان انت تعمليه. ده ارحم من انك ان انت تشتري غرغره من بره من الصيدليه وكده، وده يعني يعتبر لا تذكر بفلوس. يعني ايه معلقه نعناع؟ اكيد كل الناس عندها نعناع في البيت، اغلبيه الناس عندها قرنفل، كل الناس عندها ملح، تمام، كل الناس عندها ليمون، نفس فكره الليمون. يعني برضو نص يعني كوبايه ميه زي دي كده، تمام، واخد نص ليمونه بس تكون صغيره. لو ليمونه زي دي ما باخدهاش كلها، يعني نص زي كده انا ما باخدوش كله عشان دي بتبقى حاميه شويه. خلاص، دي كده يبقى يعني في اكتر من حاجه دلوقتي. لو انا عندي القرنفل، عندي ميه الاكسجين، عندي الملح، عندي النعناع، عندي الليمون، اكتر من حاجه. ما اعتقدش ان فيه بيت ما فيهوش اي حاجه من دول، وسهله ورخيصه، وبصراحه ربنا بتطهر انا عايزاكم تجربوا. تمام، بتمنى منكم رجاء يعني تعملوا لايك. اللايك مش والله يا جماعه ما هياخد معاكم وقت، ولا هياخد من مجهودكم، ولا يعني هيتعبكم، بل بالعكس ده هيخليني اقدم كل اللي عندي، وهيخليني اقدم كل جديد، وهتشجعوني ان انا اشتغل واقدم لكم كل افكاري. تمام. بتمنى منكم دوت، وبتمنى منكم طبعا اللي اول مره يشوف القناه ما ينساش ان هو يدوس على المربع الاحمر اللي تحت ويفعل الجرس بحيث ان هو يوصل مني كل جديد. وطبعا هستنى منكم لايكاتكم، وهستنى منكم تعليقاتكم، وهستنى منكم كمان الفيديوهات المقترحه ليكم. وشفانا الله وعافاكم. شكرا لكم لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.